السلام عليكم خواتاتي، واش راكم لاباس؟ صحه لاباس؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحضروا مع بعض اطيب رفيس جزائري تقليدي خطوه بخطوه. هو مكون من معايا خواتاتي. انا ديجا حضرت الفطائر، وهذه الفطيره كاينه في فيديو من فيديوهاتي تقدروا تشوفوه. وهو متكون من السميد والسمن، وتعجنيه بالملح عادي، تعجنيه بالماء، ومن بعد طيبيه في الطاجين، ومن بعد يعني تفتيه كيما هاك بهذه الطريقة بهذا الشكل. وهذا رفيس تقليدي جزائري بحت، ما فيه حتى شيء، يعني تعجنيه بالتمر والسمن، ديروا قليلا من القرفة، او تقدري تزيدي له كميه نصف كاس او كاس شربات او عسل. انا درت له شربات ونطيبيه بهذه الطريقه، تفتيه. انا خدمت بزاف. هذه الاكله احنا عندنا في الجزائر، كاين الجزائر فيها 11 محافظات او مقاطعات. كاين في هذه الاكله تحضر في الربيع، وتؤكل مع اللبن، الحليب، يعني الحليب اللبن. انا في الربيع هذا الشهور اللي فاتوا كنت مريضه، ما قدرتش نديرو نحضروا لاولادي، وهذه الايامات كاني مليحه راني نحضر فيه لاولادي، وهو يجي يستعمل للافراح وكذلك الأقراح، وكذلك أكلة حربية يعني تستعمل في الحرب. هي فيها مادة محافظة، وهي التمر يعني ما يتأكسدش طول في مكان بارد، أو حتى في يعني ما تعفنش. كانوا الثوار الجزائريين بكري يدوه معاهم في الجبل، كيعودوا يحاربوا بفرنسا. هذه أكلة تقليدية، والجزائر فيها بزاف الأكلات. نبسوها بهذا الشكل جيدا بين الأصابع، وكاين يضربوها بالمهرس إذا كانت قاصحة. المهم أني معكم الآخر. هذه أكلة جزائرية بحتة، ما يكونش يقول لك هذه وصفة تاعنا. الجزائر قارة فيها قداش من الوصفات التقليدية والأكلات القديمة جدا جدا، وأكلات بسيطة. ورغم أنني في الخارج إلا أن نوري لهم لولادي هذه الوصفات لتبقى لهم في الذاكرة، ويبقى ولادي كذلك يخدموا بها ويطيبوها. وش نقول لكم، ملاحظة، أنا ما ناكلش منها لاخاطش راني دايرة ريجيم، ناكل كمية قليلة، ماشي مليحة ليا بزاف. المهم هذه أكلة دسمة فيها الوجدان، تعجبني بزاف، وتعجب أولادي. ونكمل معكم وشوفوا معايا. أكلة سهلة وبسيطة واقتصادية. شو نقول لكم، ما تنسوش في التعليقات تاعكم قولوا لي واش من وصفه من الوصفات تاعكم اللي تعتمدوا عليها في وقت الحروب. الدول العربية دول كثيرة، وانا انا جيانا يعني نعرف حوايج، نعرف عادات وتقاليد الدول العربية. وكتبوا لي في التعليقات وش هي الاكله اللي تعتمدوا عليها في الحروب تاعكم والله في الازمات. احنا عندنا رفيس، وعندنا الروينه، وعندنا بزاف حوايج اكلات حربيه حنايا الجزائر. من بعد نقول لكم على نعطي مثال. ليبيا عندهم راحت لي والله، من بعد نديرها لكم ان شاء الله. مش نديرها لكم انا، نقول لكم على اسمها تاع ليبيا. انا نعرف تاع ليبيا، يا ربي ايش اسمها يا ربي، البسيسه اخوتنا الليبيين. اما في الدول العربيه الاخرى لا اعرف
اش انا نكون نعرف اش يعني انا حابه يكون عندي معلومات. وهذا جاي شهي، جا بسيس، بس مبسس بزاف. وشتو كيما وريتكم في يدي هاك، وراني قدمته هنايا باللبن. اللبن يعني هو لما الحليب يروب يعني تنحلو الزبده ويبقى ذاك الحليب نقولوا له اللبن حنايا. ماشي اللبن هو الحليب، في الدول العربيه يقولوا اللبن هو الحليب، لا، اللبن هو اللي كيروب يرجع رايب، والحليب يروب يرجع رايب ويعود فيه نوع من القلوصيه يعني. لا، رايب احنا نقولوا له، مش عارفه كنتم واش تقولوا له. شو نقول لكم خواتاتي، اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك والتعليق واللايك.